دكتور، هو دايما الام اسفل الظهر ده بيتم تشخيصه بانزلاق غضروفي ولا بيبقى ليه تشخيص تاني غير الانزلاق الغضروفي اللي المتعارف عليه؟ مش شرط يبقى انزلاق غضروفي، ممكن يكون في التهاب في المفصل الحرقوي، وممكن يبقى في التهاب وخشونه بالمفاصل اللي بتلتقي فقره وفقره. الفاسد جوينت ده بيبقى فيها التهاب او خشونه، فمش شرط يبقى انزلاق غضروفي. طيب بالذات للستات والاوفر ويت والناس دي بيجي لها الحاجات دي كومن يعني. تمام، ايه الاجراء بقى اللي بيتم، وهل ده بيكونوا محتاجين حقن اصلا للمناطق اللي بيبقى فيها الم، ولا على حسب درجه الخشونه اللي بتحصل فيها؟ ما برضه كل حاجه على حسب درجه الخشونه وعلى حسب شده الالم. التهاب المفصل الحرقوي دايما بيحتاج حقن، بالذات لو جه بسبب الاوفر يوز او الوقفه الكتير او الاوفر ويت. يعني تلاقي ست البيت بتعاني من الالتهاب ده، ومهما خدت من مسكنات مش بيروح معاها، فبنفضل طبعا بالتدخلات ان احنا نحقن المفصل الحرقوي. تمام. بيبقى ايه بقى، علاج تكاثري ولا بيتحدد برضو على حسب؟ هو غالبا بيبقى معاه مخدر مع كورتيزون مع سلاين، ده اللي بيتحقن بيه المفصل الحرقوي. ده للالتهاب بيتحقن وانس، احنا بنحقنه مره لان ده علاج التهاب. يعني جلسه واحده ولا بيبقى وانس؟ ممكن يتكرر بعد 6 شهور. خشونه الفقرات برضو علاجها بيكون ازاي، او مثلا برضو بتتحقن ولا؟ طبعا هي خشونة الفقرات هي الفيرست لاين ليها في العلاج فيزيوثيرابي، انها تعمل علاج طبيعي. خلاص دي وتستمر علشان تحس بتحسن، تستمر، او حتى في تمارين علاجية بتمارسها كمان في البيت، وبعدين نلجأ لشفت الحقن علشان نقلل الآلام. لكن لا غنى انها تعمل علاج طبيعي مع الحقن. تمام. طب الخشونه دي بتيجي من ايه؟ يعني دي بسبب ايه؟ زي اي مكان بيحصل فيه خشونه، هي اكتر طبعا حاجه بيحصل فيها خشونه المفاصل، بس خشونه الفقرات دي بتيجي مع كبار السن، وممكن تيجي مع الاوفر يوز عادي. الناس طول عمرها بتقف شغاله واقفه فترات طويله ممكن برضو تيجي خشونه للفقرات. اي اوفر يوز ممكن يعمل النتيجه العكسيه يعني للمفصل.